أهلا بكم. هل تعرفين نوع بشرتك؟ هل تعلمين أن كل بشرة فريدة من نوعها؟ هناك البشرة الدهنية العادية، الجافة، وحتى الحساسة. كل نوع له احتياجاته الخاصة. في هذه الحلقة من برنامج لمسة خصصناه كأول عدد لمعرفة أنواع البشرة، ومهم جدا بالنسبة للمرأة وحتى للرجل، وكأول خطوة للعناية بها، وحتى تتمكن من اختيار المنتجات أو حتى الخلطات الطبيعية المناسبة لها. لمعرفة باقي التفاصيل لا تفوتوا الفرصة وتابعونا إلى نهاية الحلقة. البشرة ليست مجرد قناع تجميلي يمكننا إخفاء عيوبنا خلفه، بل هي في واقع الأمر مرآة تعكس بشكل واضح أحوالنا النفسية والصحية، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية من حولنا التي نعيش فيها. فكلما كانت حالتنا النفسية جيدة ومرتاحين، تشرق بشرتنا وتظهر بمظهر صحي وجميل. البشرة العادية لا تميل إلى الجفاف ولا تغرق في الدهون، مسامها ناعم ولا تعاني من تقلبات حادة، تحتاج إلى روتين ثابت يحافظ على صفائه. دهنية تنتج الزيوت بكثرة وتلمع كقطعة مرآة في الشمس، مسامها واسع وتميل إلى ظهور حب الشباب، لكنها ليست مشكلة، بل بشرة قوية تحتاج إلى تنظيف عميق وتقشير دوري ومنتجات خالية من الزيوت. البشرة الحساسة تعتبر البشرة الحساسة واحدة من أنواع البشرة التي تتفاعل بسرعة كبيرة مع العوامل المحفزة من حولها، حيث تظهر علامات الإحمرار والتهاب الجلد عند أقل تماس، فهي أشبه بجدار رقيق يحتاج إلى العناية والاهتمام، حيث يستفيد بشكل كبير من مكونات التهدئة مثل الألوفيرا، الشوفان والبابونج، والتي تعمل على تهدئة التهيجات. البشرة الجافة تتشقق كأرض عطشة، تشعر صاحبها بالشد والخشونة، تختار الحنان بدل القسوة وتطلب الترتيب بدل التنظيف المفرط. منتجاتها المثالية تحتوي على زيوت طبيعية وزبدة مغذية. البشرة المختلطة وجهان في وجه واحد، دهنية في الجبهة والأنف وجافة في الخدين، تحتاج إلى توزيع المنتجات حسب الحاجة، فهي مثال حي على أن التوازن قد يكون معقدا لكنه ممكن. كيف نحدد نوع البشرة؟ الطريقة السهلة هي اختيار المنديل الورقي. اغسلي وجهك بغسول لطيف وخالي من الزيوت. ضعي منديلا ورقيا على مناطق مختلفة من الوجه. افحصي المنديل أمام الضوء. إذا كانت بشرتك ضوئية ستظهر بقع زيتية واضحة، أما إذا كانت مختلطة ستظهر بقع زيتية فقط في الجبين والأنف والذقن. أما إذا كانت جافة فلا توجد آثار للزيوت وقد تظهر قشور خفيفة. أما إذا كانت عادية فلا آثار لزيوت خفيفة جدا. أما إذا كانت عادية فوجود آثار زيوت خفيفة جدا. أما إذا كانت حساسة فلا زيوت لكن إحمرار أو حب عند الغسيل. أما بالنسبة للأخطاء، في رحلة البحث عن البشرة الصحية نواجه عادات خاطئة كاستخدام منتجات غير مناسبة لنوع البشرة، هذا قد يؤدي إلى التهيج. الإفراط في تنظيف الوجه يسبب الجفاف. تجاهل واقي الشمس يسبب الشيخوخة. تقشير البشرة بشكل مفرط قد يسبب التهيج. لمس الوجه أو فقه الحبوب قد ينقل البكتيريا. إهمال الترطيب قد يجعل البشرة جافة. النوم بالمكياج قد يسبب البثور. كل عادة تغذي البشرة أو ترهقها. وهكذا نأتي إلى نهاية حلقتنا الأولى، ولكن هذه ليست سوى البداية. فهل أنتم مستعدون لمواجهة مشاكل البشرة الشائعة؟ هل أنتم جاهزون لتعلم كيفية التغلب على حب الشباب، التصبغات وحتى التجاعيد؟ تابعونا في الحلقة القادمة لاكتشاف الحلول، ولا تفوتوا الفرصة لتعلم كيفية العناية بالبشرة بشكل أفضل. بين وصفة ترطبك ومنتج يساعدك، لمستك تختار ما يشبهك. إلى الملتقى.